السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو سهل وبسيط، وهو ايه؟ الزبادي البلدي بتاعتنا اللي هي عاديه، وايه والزبادو بالفراوله. طبعا مش هتكلفكم اي حاجه خالص، وهتبقى احلى زبادي هتاكليها من صنع ايديكي. ماشي. فاحنا انا عندي فراوله، فقمت واخده منه كام حبايه كده، على اساس ان احنا ايه نقطعها ونحطها في الخلاط ونفرمها. وعندي كوبايه زبادي اللي هي الخميره، اللي هي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي اللي هعمل بيها. وعندي معلقه سكر، وعندي كيلو لبن. بس هما دول، ويعملوا لك احلى كوبايات زبادي. زبادي عاديه وزبادو. طبعا الزبادي العاديه اللي هي زي دي اهي، بصوا جمالها، بصوا متماسكه وجميله ازاي، شايفينها؟ فيلا معانا بقى ان شاء الله هنعملها. اهي كلها بنفس النمط ده، بس انا لسه كمان والله ما حطيتها في التلاجة، فطبعا لما تتحط في التلاجة هتتماسك عن كده. ويلا معانا كوبايه الزبادي هنحطها في الخلاط، في الشفشق الخلاط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي، حطينا الزبادي، كوبايه الزبادي اللي هي الخميره، هنحط معلقه واحده بس سكر اهي. وهنقوم ايه نضربهم في الخلاط، نطحنهم جامد عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. وهضربها واوريها لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي، رجعنا لبعض تاني اهي، وعملنا الزبادي ومعاه معلقه السكر. بص ما خليتش فيها اي تكتلات، وهندلقها كلها على على اللبن او الحليب، اي مسمى يعني، ايا كان، كلها اهو. وتقلبي حلو طبعا عشان دي خميره، خميره الزبادي طبعا، عشان ما يتاخدش منها جزء، هتعملي كده وتقومي صباها تاني اهي. وتنسي معلقه السكر، بتديله طعم جميل جميل جميل. تعالوا بقى هناخد من الحليب ده او اللبن، وهنعمل منه الزبادو اللي بالفراوله. بس ده خلاص كده هيتصب على اساس على اساس ان هو زبادي عادي ابيض. هناخد نص الكميه زي كده، وهنصبها في الكوبايات، وهقول لكم هعمل برضو دلوقتي. اهو يا حبايبي، خلاص احنا كده حطينا الزبادي، خميره الزبادي على اللبن، وهنصبها في كوبايات اهو زي كده اهو كده. والنص التاني بتاع اللبن احنا شايلينه عشان هنعمل زبادو بالفراوله، وهوريكم برضو ان شاء الله. اهو كده احنا عملنا الزبادي العاديه، وهقول لكم برضو هنعمل بالنسبه بقى للزبادي المفراوله. هنعمل طبعا احنا الفراوله دي انا غسلاها، وهقطعها وهفرمها في الخلاط، هتبقى ناعمه جدا. وانتي مش هتزوديها ولا معلقه ميه، انت هتاخدي من اللبن وهتحطي عليها معلقتين لبن عشان تتهرس معاكي حلو زي كده اهو. كفايه كده. ناخد من اللبن اللي احنا شلناه نصه، اللي هو فيه خميره الزبادي، كميه بسيطه جدا كده، وهنضرب بيه الفراوله، وهوريكم شكلها بعد ما اضربها ان شاء الله. اهو يا حبايبي، الفراوله بعد ما عملناها، اوعي تحطي ميه، حطي معلقتين لبن معاها عشان توصل للمرحله اللي انت شايفاها دي. وهنخلطها على على اللبن اللي هو عليه الخميره الزبادي زي كده، وهنقلبها ونحطها في قلب الكوبايات. بس اهو كده خلطناهم ببعض، وده اللون بتاع الزبادي اللي هي الزبادو بالفراوله. وفي سر اللي هو بتاع المصانع هقوله لكم، بجد بجد كنت عارفاه، عشان في حد يعني اعرفه كان شغال في المصنع بتاع الزبادي. هما بيعملوا في الزبادي اللي هي بالزبادو، بيجيبوا المربى اللي هو صوص الفراوله بتاع المربى، ويحطوا عند كل كوبايه كميه يعني اقل من معلقه فراوله زي كده، تحطيها كده في الكوبايه، وبعد كده تصبي عليها الزبادي زي كده. طبعا الحركه دي طبعا اكيد هتفرح ولادك، وهيحبوا شكلها اكيد طبعا، ولا طعمها بيبقى حكايه اهو زي كده. وهتيجي تصبي عليها الزبادي، بصي هتعملي بصي الحركه دي
اهي. تجيبي المعلقه وتقومي قلباها كده على ظهرها وتقومي صبك بايه كميه الزبادي اهي، بحيث انك تحافظي على الزبادي في ايه فيها من تحت، ما تختلطش بالزبادي بعصير اللبن ده. زي كده حبايبي اهو. برضو نفس الحكايه هعمل معاكم واحده تاني اهي. الكوبايه فيها اهي، فيها معلقه الفراوله. بص هنعمل ازاي كده اهو. بالراحه خالص. هتبص تلاقي الفراوله من تحت ما اتحركتش خالص من الكوبايه، وهتثبت على كده، وهي فيها قطع الفراوله الجميله دي. برضو نفس الحكايه الكوبايه دي. وكده انت فرحتي ولادك وكمان مغذيه ليهم اهو. هقولك برضو هنعمل ايه تاني ان شاء الله. اهو يا حبايبي، بص منظر الفراوله من تحت على صوص الفراوله شكله عامل ازاي. شايفين؟ انا اسفه حبايبي. رجعنا لبعض اهو ان شاء الله. بصوا بصوا الزبادي بالفراوله. بص صوص الفراوله من تحت عامل ازاي، شايفينه؟ بصوا شكله ما شاء الله جميل وما اختلطش بالزبادي نفسها اهو. الكوبايه التانية برضو نفس الحكايه وايه، والكوبايه التالتة برضو اهي، شايفينها؟ وبكده عملنا حبايبي الزبادي بالفراوله وتحفه تحفه تحفه. وفي نفس الوقت هوريكم برضو احنا كده لسه ما خلصناش، لسه في فاضل خطوه صغيره وهي ايه، الميه المغليه. نحط لها ميه بس مش لدرجه الغليان، هوريها لكم وهوريكم نعمل ايه ان شاء الله. اهو يا حبايبي غلينا الميه بس مش لدرجه الغليان، هي سخنت قوي. وتقومي حطاها مصبه الميه في الصينيه اللي فيها كوبايه الزبادي زي كده، تلتين الصينيه اهو كده. وتغطي كل كوبايه بالغطا بتاعها وتدخليها في الفرن بتاع البوتاجاز. وبعد ما فيش 4-5 ساعات وهتلاقي كل الزبادي دي بقت حكايه، وهتعجبك جدا جدا. وان شاء الله ممكن تعمليها في السحور بعد الفطار، وان شاء الله وقبل السحور تكون ايه بقت زبادي تحفه اهو يا حبايبي. كده غطينا كل الكوبايات بالغطيان. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.